وزير داخلية يدخل يقول هبدأ بالكبار، وبالفعل يبدأ، فيلاقي نفسه بيحارب شبكة جوه النظام نفسه. ايه اللي حصل خلاهم يولعوا البلد عشان يوقعوه؟ سنة 1984 اللواء أحمد رشدي يمسك وزارة الداخلية في عهد حسني مبارك. أول زور ليه في البرلمان يقول بصراحة مفيش فساد ومفيش محسوبية وهنبدأ بالكبار. الجملة دي ما كانتش تصريح، دي كانت إعلان حرب. في بيته على سفرة الغدا ابنه الضابط يقوله زمايلي عايزين مكافآت. تاني يوم رشدي يكتب استقالة لابنه بإيده ويوافق عليها كوزير من غير ما يقوله. رسالة مباشرة، القانون فوق الكل. رشدي ما قعدش في مكتبه، كان بينزل بنفسه الأقسام يراقب ويشوف الناس بتتعامل ازاي. وفي مرة اتنكر في شكل راجل عجوز هدومه مقطعة ودخل قسم شرطة. النتيجة إهانة كاملة من أول أمين الشرطة لحد المأمور، وفجأة يكشف نفسه. القسم كله اتقلب، جزاءات ونقل وعقوبات قاسية، ومن يومها كل قسم بقى عايش في رعب زيارة مفاجأة. أكبر اختبار حقيقي حي البطنية، تجارة مخدرات علني، طوابير في الشارع، وأي حملة التجار يختفوا قبلها. رشدي يحفر، يكتشف إن في تسريب من جوه الداخلية. يبدأ خطة ذكية، يجيب رجال من بره المنطقة ويزرعهم جوه البطنية كحشاشين، وفي نفس الوقت يعلن عن حفل تكريم كبير عشان يشغل الكل. وفجأة خناقة ضخمة جوه الحي، إصابات وإسعاف تدخل، بس الإسعاف دي كانت مليانة قوات أمن. في لحظات المنطقة اتقفلت وكل التجار اتقبض عليهم بالحرز. رشدي موقفش، فتح ملفات كبار ووقع شبكة فساد ضخمة بيقودها عبد الخالق المحجوب أخو رفعت المحجوب. محاولات تهريبه فشلت، ورشدي قالها مش هدخل بيتي غير لما اجيبه، وفعلا اتقبض عليه واتسجن. هنا رشدي بقى خطر حقيقي، شعبيته زادت وعداوته جوه النظام زادت أكتر. في 25 فبراير 1986 إشاعة تضرب عساكر الأمن المركزي، الخدمة هتزيد والمرتبات هتقل. 8000 عسكري ينزلوا الشارع، حرق وتدمير وفوضى. قسم الهرم اتحرق بالكامل. رشدي ينزل بنفسه، يمشي وسطهم ويتأذي منهم وهم مش عارفين هو مين. يطلب منه انه ينزل قوات تضرب العساكر، يرفض، يقول مش هنخلي اخ يضرب اخوه، قرار انساني، لكن سياسيا كلفه منصبه. الجيش ينزل بقيادة عبد الحليم ابو غزالة ويسيطر على الوضع. رشدي يفهم الرسالة، يلاحظ ان في ناس كانت محفظة العساكر الكلام، وان جزء كبير من الغضب كان مصنوع، يعني اللي حصل كان متدبر. الهدف كان واضح، احراجه وكسره واخراجه. رشدي يسبق القرار ويقدم استقالته بنفسه وتتقبل فورا من غير اي مقاومة. بعدها حي البطنية يحتفل وينزل نوع حشيش جديد اسمه باي باي رشدي. سنة 2012 الراجل يرحل ويسيب وراه سؤال واحد، هل كان ممكن مصر تبقى حاجة تانية لو كمل؟